العيشه دلجيتي كلها مستورد، الاكل مستورد والشرب مستورد، والمدارس لازم تكون اي جي واي تي، والجامعات ام 3 حروف، وحتى الكوره ما يرتاحوش الا لما يطمنوا على مستقبل الفريق بمدرب اجنبي. شايفين الجلابيه القبه دي بقى مش مستورده، دي من تي اند ان. التوحيد والنور يا واد صنع بلدنا وزي الفل. الشاي يا محمد. دلجيتي بقينا ندور على كل حاجه مكتوب عليها صنع في مصر وبكل فخر. وجيل اليومين دول اللي اسمه جين زي عجبني خالص في حكايه المقاطعه دي، وابتدوا من صغرهم يصنعوا ملابس ومشاريع كتير. تحيه مني لكل الجين زي. سقف فؤاد، سقف يا محمد. تقول لي اسم المحل ايه؟ مخبوزات نجوى. وهدي لقيتي صنعة في مصر رجعت تاني ولا تقبالي من وقت ما المقاطعة ابتدت. كل واحد في البلد كان فاكر انها اي كلام، لحد ما بدأت العلامات الأجنبية تخسر فعلا. لأن أول ما حصل الحرب دي بدأ محل برجر مشهور يدعم اللي ما يتسموش. مش بس كده، ده كمان بيبعت لجيشهم أكل ببلاش، وبيقول لهم اتغذوا يا حبايبي كويس عشان تقدروا تكملوا ضرب. يكش يا رب ينزل كيف الولع في مصارينكم ويجيب لكم بواسير وشرخ. ومن هنا بدأت الحدوتة، وتحديدا في مصر. عملية ايه يا وديع؟ عملية البواسير يا باشا. بس ما ينفعش يا باشا اللي بتعمله ده. وعشان المصريين معروفين بالجدعنة بدأوا يكتبوا عن شركات اللي بتدعم ولاد اللذينة وبتدي لها جزء من أرباحها كمان. وكانت الكلمة اللي على لسانهم هي قاطع. في الأول بدأت بشوية شباب على تويتر، لكن بعدها الموضوع اتغير وبقى الكل بيدور على المنتج المصري. الناس بقت عارفة انها لو اشترت حاجة من شركات المقاطعة هتبقى كأنها بتساهم في اللي بيحصل لاخواتنا. صحيح كل واحد حر في رأيه الا المقاطعة، انت مش حر فيها. لازم تفهموا يا عيال انك لما تشتري منتج من منتجات المقاطعة انت بتساهم في انهم يكملوا ضرب. ايوه انت هتفرق لو فضلت تشتري. وانت بتشتري اي حاجة افتكر العيال اللي اتشردت بسبب اهاليها اللي ماتوا، والاطفال اللي هيموتوا. وبدأت ارباح المنتجات المحلية تزيد، من بينهم الشمعدان اللي زاد 20%. طلق 3 الشمعدان الشبح دي مع الشاي بلبن كانت اسقف رموز. وزباتس صيتها عالي جود الجيتي مع الجيل المترجع بتاع اليومين دول، واتعلموا يشربوها ومبيعاتها زادت 350%. عشان اللي ما يتسموش مش كلهم في مكان واحد، ففي تجار بشعين وبيستغلوا المقاطعة. المشروب اللي ينزل من الشركة ب7 جنيه ونص سعره بيطلع أسرع من سعر الدولار. يعني لو معاك شوية فلوس ما تجيبش دولار ولا تجيب دهب، هاتلك كام كرتونة سباتس. شوي. ايوه يا فندم، احنا قررنا ان احنا نشتري كل الكتاكيت اللي في السوق، هنربيها. الكتاكيت تكبر هتبيض، البيض هيفقس هيطلع كتاكيت، الكتاكيت هتكبر هتبيض، البيض هيفقس يطلع فراخ، ونفضل نفقس ونبيض والفراخ تبيض ونفقس. مشروع يجنن. المحلات بيبيعوا ب15 جنيه، يعني تقريبا ضعف الثمن. طب دي غلطة مين يا ابو عمو وحلها كيف؟ هي لو غلطة مين فهي غلطة التاجر وصاحب المحل والرقابة عليهم، اللي استغل ان الناس قطعت المستورد وبدأت تجيب المحلي بس، وجا لما يكسب له قرشين وهيولع بيهم ان شاء الله. يا لطخ انت وهو شغل البلطجه دي، ما تحاولوا تاكلوا لقمه حلال ولو لمره. لكن الناس كانوا اذكياء وعملوا حمله جديده اسمها لا لجشع التجار، وقالوا ان التاجر اللي هيغلي في سعر الحاجه الرسمي هيقطعوه يعتبروه تبع ولاد ايه غلط؟ ستوب! الحيوان اللي بيتكلم لقد اخذ مني السجن يا سيدي. خليها عنده. طيب نحل المشكله دي كيف؟ تعال اما اقول لك يا نن عيني من جوه. الحل ان الشركات نفسها تحط تسعيره على كل حاجه، ازازه الحاجه الساقعه والبسكوت والكيك. لما الواحد يشوف سعرهم قدامه كده بيبقى عارف تمنها كام، وما يبقاش فيه فرصه ان يحصل اي استغلال باي صوره. هتقول لي طيب ما في حاجات السعر مكتوب عليها وبرضك مغليين، هقول لك ما تشتريش وبلغ عنه حمايه المستهلك والبوليس كمان. عايزين تتخانقوا ما عندناش مانع، بس اعملوا حسابكم هتجيبوا ناس هنجيب ناس. بس في شوية شركات بدأت تكتب السعر عشان تعرف الناس ان مش هم اللي هيغلوا. ده غير الشركات اللي بدأت تطور من نفسها وتشوف السوق عايز ايه. هو كان لازم يا اولاد تحصل حرب عشان نشوف المنتج المصري؟ والله المنتج المصري ده اتهان، ده كان توب التوب في محاولاتهم انهم يقلبونا على بعضين. هتقول لي كيف؟
هقول لك، في واحد طلب من واحد صاحب ماركة عربية مصرية لمنتجات من مجموعات مختلفة من الهدوم بره وجوه البيت والذي منه، طلبوا منه انه يدعم لهم البيزنس بتاعهم ويفتكرهم بكلمتين حلوين، وفي المقابل هنصفرك ونفسحك وفلوس وهيبة. فاكرين انهم هيشترونا بالفلوس، ما يعرفوش ان الوطنية بتجري في عروقنا بالوراثة. راح صاحب الماركة رد عليهم وبعت لهم صورة للتيشيرت الأكثر مبيعا، وهي التيشيرت الداعمة لإخواتنا مكتوب عليها اتس كولد فلسطين، وقال له عايز أعرف كم موظف عندكم في الشركة عشان أبعت لهم التيشيرت هدية، واداهم واحدة صاج لايف بوم. ووزارة المالية أكدت عن أولوية التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية، واللي زادت بنسبة 15% عن الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات المحلية. وعملوا منصة اسمها تمكين عشان المشروعات الصغيرة ومشروعات متناهية الصغر براس مال 4.2 مليار جنيه مصري. بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر. ولو انت قلقان على الناس اللي كانت شغالة مع اللي قطعناهم، فكل المنتجات المحلية دي لقيت عايزة عمالة وعليها الطلب ومحتاجاهم. ربنا هيرزقهم، ما تخافش عليهم، انت بس كمل المقاطعة وما يهمكش. والله ده اللي عندي، لو حد عنده كلام تاني اكتب لي في كومنت، وما تنسوش تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب عشان اللي مش هيعمل هو عارف اللي هيجراله. قفل يا واد.